ويمكن ده الرد على حته ان الجيكمان غلط على الموتور انه يركب ولا لا. انا عمري ما كنت مقتنع ان الجيكمانات تركب على موتوسيكلات اقتصاديه، ولا بحب صوتها ولا بحب شكلها على الموتوسيكل، ولا يعني مش داخله دماغي من الاخر. بس ميدو ركب جيكمان على الموتوسيكل بتاعه وقال لي ان الموضوع حلو شويه وفيه مميزات جميله، فانا قررت اخد منه موتوسيكل كده واجرب موضوع الجيكمان ده اشوفه حلو ولا لا، وهل ممكن يغير وجهه نظري فيه ولا لا. فتعال نشوف. طبعا خدت الموتوسيكل مشيت بيه شويه علشان اقدر اقيم وانا اجربه كده. بس وانا ماشي دلوقتي لاحظت ان روح الغيار بقت كبيره قوي. يعني انا دلوقتي جبت على الغيار الثالث سرعه 80 وانا مش واخد بالي، ودلوقتي ماشي على الرابع وماشي على 95 وبرضه مش حاسس ان انا قرص على الموتوسيكل، وكده انا نقلت على الغيار الخامس. طيب خلينا بقى نتكلم في الجد واقول لك رايي في الجيكمان. بس تعالى اقول لك الاول انا اصلا ليه مش بحبه في الموتوسيكلات الاقتصاديه. لان هو في اغلب الاحيان بيبقى صوته مزعج، صوته بتحس ان هو طالع غلط كده من الموتوسيكل، ما بيبقاش حاجه كده صوتها عميق زي موتوسيكلات اليابان والموتوسيكلات العاليه شويه. صوت الموتور نفسه بيبقى غليظ كده وعميق جاي من قوه الموتور نفسه، فالصوت انت بتستمتع بيه. لكن لما يكون الموتوسيكل نفسه الموتور بتاعه عادي، قوته متوسطه مش قوي قوي، وفي نفس الوقت مركب له علبه جيكمان مخلي صوته مسرسع كده، دي حاجه ما كنتش انا بحبها. فخليني اقول لك مميزات الموضوع ده الاول هنا في الموتوسيكل الهوجن اف 250، وبعد كده هقول لك على عيوبه من وجهه نظري. اول ميزه فيه ان هو انت ما بتحسش ان الموتور تعبان معاك وتحسش بخشونه الموتور. الموتوسيكل بتاع ميدو هنا كان يعني الموتوسيكل ده طالع عينه حرفيا، فكان صوت الموتور في الفتره الاخيره دي مش حلو، وانا اصلا ما كنتش بحب اركب الموتوسيكل بتاعه. لكن لما الجيكمان راكب دلوقتي انا حاسس ان الدنيا تمام بالنسبه لي ومفيش اي مشكله. لا الموتوسيكل حاسس ان هو ناعم كده وجميل، وفي تدويره الموتور صوت الموتور حلو وصوت الجيكمان نفسه حلو. نفس الكلام برضه في النقله بين الغيار والتاني، مش حاسس ان انا بقرص على الموتور، ودي فيها ميزه وفيها عيب، بس هقول لك على العيب لما يجي النقطه بتاعته. بس المهم ان هو انت بتحس ان نفسيا كده انت مبسوط من الموتوسيكل، ودي حاجه حلوه جدا على فكره. في ناس كتير بتبقاش طايقه الموتوسيكل بتاعها بسبب ان هو خشن ومتضايق منه، ان هو الفتره الاخيره الموتور بقى يخشن معاه. واحد مثلا عمره قبل كده فالموتور ما رجعش زي الاول، فلما انت تركب علبه جيكمان بيخلي نفسيتك انت مع الموتوسيكل احلى بكتير من الاول، فدي كده تعتبر اهم ميزه فيه. وبالنسبه للتوب سبيد انا الصراحه مش مقتنع ان هو ممكن يجيب توب سبيد عاليه اعلى من الطبيعي. ممكن يفرق في التسارع بس، لكن في التوب سبيد نفسها دي حاجه ما اظنش ان هي هتفرق. يعني حتى لو فرقت هتفرق حاجات بسيطه قوي، سرعه 1 أو 2 أو 3 بالكتير. يعني بدل ما يجيب 140 ممكن يجيب 143، وانا اصلا بقول لك انا مش مقتنع بالحوار ده. اخر ميزه فيه بالنسبه لي الجيكمان اللي راكب دلوقتي اللي يوشيمورا، هو صوته كويس، صوته مش مسرسع قوي للدرجه، وحاسس ان هو غليظ شويه، فدي حاجه كويسه. والنقطه دي بقى بالذات على حسب راي كل واحد، على حسب مزاج كل واحد. يعني انت ممكن يعجبك الصوت ده، ممكن يعجبك صوت اضخم شويه، ممكن يعجبك صوت ارفع شويه او اهدى شويه. انا بالنسبه لي لا، انا محتاج حاجه اهدى من كده شويه، لان انا مثلا لو مسافر ولا حاجه مسافه طويله مش هستحمل طبعا صوت الجيكمان المسافه دي كلها. لا انا عايز حاجه صوتها هادي او صوتها على الاقل كده رزين، ما يضايقنيش طول ما انا ماشي على الطريق. لحد دلوقتي ماشي على سرعه متوسطه 60 70، صوت الموتور حلو، صوت الجيكمان حلو. لكن لما برقص على الموتور بقى امشي بسرعه عاليه شويه الموضوع بيقلب بازعاج معايا اكتر. لكن حلو فيه برضه موضوع الباك فاير اللي بيحصل، الصوت الراجع ده بيبقى صوته جميل قوي. بيديك احساس حلو، بالذات بقى لو انت بتجري بين العربيات او بتسحب ولا بتاخد غرز والكلام ده، بيبقى صوت الموتور بقى مع الحماس والدنيا دي بيبقى صوته جميل جدا وبيديك احساس كويس. انا بس هقف علشان شكلي ماشي غلط. فهو بشكل عام في حته الروشنه بقى والشباب وعايزين نركب حاجه صوتها جميل وصوتها قوي كده وتديني حماس وانا سايق، هو في النقطه دي جامد جدا. فتعالى بقى ننقل على الناحيه الثانيه وهي العيوب. انا بالنسبه لي الموضوع مش حلو قوي في موضوع الصوت. يعني لو انا ماشي على سرعه 100 ولا حاجه، الصوت بالنسبه لي انا شخصيا مش هادي ومش هستمتع بيه لو انا مسافر. يعني هو عايز تحرك داخلي كده جوه القاهره ولا حاجه، او واحد مشاوره صغيره،
فهو موضوع الصوت ده مش هيسبب له ازعاج، لكن بالنسبه لي ممكن يسبب لي ازعاج شويه. تاني عيب بقى وده اللي انا شايفه خطير شويه، ان هو بيخليك تقرص على الغيار وانت مش واخد بالك، وحاجه زي دي هتخليك طبعا تعمر او تغير البستم بسرعه. فانت لو مش مركز مع السرعه او مش مركز مع صوت الموتور كويس وبتنقل الغيارات في الوقت المناسب، هتلاقي نفسك بتسرح وبتقرص على الغيار بزياده، وده هيقلل من عمر الموتور قدام. ويمكن ده الرد على حته ان الجيكمان غلط على الموتور انه يركب ولا لا. دي اكتر حاجه ممكن تكون فيصليه في الموضوع، بعيدا عن الجوانب الثانيه. انت نفسك شخصيا لو بتقرص على الموتور وانت مش واخد بالك، ده هيقلل من عمر الموتور جامد. فلو انت هتركب علبه جيكمان خلي بالك من نقطه القص على الغيار دي. انا زي ما قلت لك انا لسه طالع بالموتوسيكل لقيت نفسي ماشي على سرعه 80 وانا على الغيار الثالث، والموتوسيكل ده بنديه غيار ثالث هو على 60 مثلا. ميزه كمان اخيره وهي موضوع الشكل بتاع الجيكمان بيكون شكله كويس شويه. هو بالنسبه لي مش احسن شكل، مش بيبقى ماشي مع موتوسيكل قوي، بحس ان هما مش ماشيين مع موتوسيكلات، بس ما زال احسن من الجيكمان الستوك. في النهايه زي ما قلت لك هو الميزه الكبيره من الموضوع ان هو بيأثر عليك نفسيا، بيحسسك ان انت مركب حاجه جديده، حاجه صايعه شويه، بيحسسك ان الموتوسيكل بتاعك ناعم، بيخليك راضي كده بالموتوسيكل بتاعك وحاسس ان الدنيا كويسه كده في الموتور، الدنيا تمام. وبس يا سيدي، قول لي رايك تحت في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد. سلام.